اتفضل. يا دكتور، حالتها عامله ايه دلوقتي؟ طمنا لو سمحت. الحمد لله، اغماء بسيطه وعدت على خير. طب يا دكتور، عايزين نعرف ايه السبب. والله هو كذا سبب، ممكن ضغط نفسي او عدم اتزان او ضغطها نزل فجاه، في كذا احتمال لده. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده ممكن يحصل تاني؟ في الحقيقه هو وارد، خصوصا ان ندى دلوقتي تعتبر في فتره النقاهه بعد سنين الغيبوبه اللي عاشتها في المستشفى. انا بعتبرها تحت الملاحظه يا جماعه، خصوصا يا فندم ان انا شرحت لك الكلام ده وانتوا خارجين من المستشفى. بس واضح ان احنا غلطنا لما طلعناها من المستشفى. لا، مفيش غلط ولا حاجه، ما تتوتريش، بس زي ما قلت قبل كده احنا قدام حاله يا جماعه مش عاديه ابدا. لازم نتابع ندى في الفتره اللي جايه طول الوقت لحد ما نطمن عليها ونتاكد انها رجعت زي الاول. لا ثواني يا دكتور، عشان انا مش فاهمه. حضرتك تقصد انها ممكن ترجع للغيبوبه تاني؟ في الحقيقه انا ما عنديش اجابه حاسمه على سؤالك ده، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان ندى رجعت من الغيبوبه لوحدها بدون اي تدخل طبي مننا، والفتره اللي عاشتها في المستشفى متوصله بالاجهزه كانت بس عشان نحافظ على حياتها وعلى وظائف جسمها، مش اكتر من كده. فده معناه ايه يعني؟ معناه ان الطب ما يقدرش يجزم وبيحدد ان ندى خلاص كده رجعت لحالتها الطبيعيه وانها فاقت طول الوقت، انها ممكن تنتكس تاني. ببساطه يا جماعه، في حالات كتير قوي رجعت من الغيبوبه وكملت حياتها عادي بدون مشاكل، وفي حالات انتكست بعد مرور فتره معينه. للاسف الحالات مختلفه عن ندى، بس كان بيحصل. كل اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا نفضل جنبها طول الوقت، نراقب ونلاحظ ونشوف ايه اللي ممكن يحصل، خصوصا الفتره اللي جايه، ونبعدها عن اي ضغط نفسي او اي توتر عصبي، خصوصا الكام شهر اللي جايين دول. خير ان شاء الله يا رب. لو حصل اي حاجه في اي وقت كلموني فورا في اي وقت، بعد اذنكم. اتفضل. اشكرك يا دكتور. اتفضل. ما تقلقيش يا طنط، ربنا كبير يعني، وان شاء الله خير. بجد مش هيحصل لها حاجه وحشه تاني ان شاء الله، صدقيني. خليكوا جنبها، ما تسيبونيش. اكيد مش هنسيبها، كلنا هنبقى موجودين جنبها وجنبك، ما تقلقيش. ما تخافيش يا طنط، ندى زي اختنا واحنا عمرنا ما هنسيبها. انتوا لو ما كنتوش اخواتها ما كنتش طلبت منكم الطلب ده عشان خاطري، عشان خاطري.